بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بالخير وظهور مرئي جديد بعد فترة قصيرة من الانقطاع. خلال الأيام الماضية أو خلال الأسبوعين الماضيين أصدر الفنان الجنوبي عبود خواجة عملين فنيين، وعلى خلاف العادة، حيث أن عبود خواجة عودنا خلال السنوات الماضية أن يصدر عملا فنيا واحدا في العام الواحد، وعادة ما يكون هذا العمل متزامنا مع ذكرى وطنية جنوبية. الفنان عبود خواجة كان يصدر عملا واحدا في العام، ولكن هذا العمل كان يلقى شعبية جارفة بين أوساط الجنوبيين، حيث أن عبود خواجة خلال العشر السنوات الأولى من عمر الحراك الجنوبي ابتعد تماما عن المكونات الجنوبية وصراع المكونات الجنوبية، وظل محبوبا من الجميع وقريبا من الكل. مؤخرا أطلق الفنان الجنوبي عبود خواجة أعمال فنية، ولكن على خلاف الأعمال السابقة كانت هذه الأعمال أكثر إثارة للجدل، حيث لاقت أو حيث استقبلها الناس بكثير من الانتقاد والرفض وقليل من القبول والتأييد. وانحصر مؤيدو الأعمال الفنية الأخيرة للفنان عبود خواجة بين أنصار الرئيس عبد ربه منصور هادي وأتباع حزب التجمع اليمني للإصلاح، أو باختصار المناوئين للإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي. أطلق الفنان الجنوبي أعماله الأخيرة، والتي للأسف كانت مليئة بالاستنقاص من الجنوبي الآخر، وحملت قدرا كبيرا من الإساءة لهم. واعتقد أن من أبرز النقاط التي أثارت الجدل كانت 4 أمور. النقطة الأولى هو حديثه عن الشعب ووصفه على سبيل الجمع بالعبودية، وبأنهم أصبحوا بلا قيمة ولا معنى. النقطة الثانية كانت وصفه لقيادات المجلس الانتقالي بأنهم عبيد للدرهم والدينار، وبأنهم باتوا بلا ذمة ولا مبدأ، إضافة إلى وصفهم بالخيانة. النقطة الثالثة هو اتهامه لقيادات المجلس الانتقالي أيضا بإهانة كرامة الشعب والمتاجرة في القضية. والنقطة الرابعة كانت هي وصفه لدولة قدمت الكثير في سبيل تأمين وتحرير الجنوب بأنها دولة محتلة وغاصبة. في كل الأحوال، وسواء كانت هذه المواقف التي أصدرها الرجل بإملاء أو من ذاته، فيجب أن نقر وأن نحترم قناعات الرجل الشخصية، وبالمثل أيضا فيجب أن نرفض تماما خطاب أولئك الذين يجردونه من ماضيه النضالي، والذي كان له دور كبير في مسار الحراك الجنوبي وثورته السلمية. ولطالما كانت أغانيه مؤثرة، ولطالما أضافت قيمة كبيرة للمسار السلمي للثورة الجنوبية على مدار أكثر من 10 سنوات من عمر الحراك الجنوبي. إذن ومثلما سنؤمن بحق الرجل في أن يقول ما يريد بغض النظر عن إن كنا نحن موافقين عن ذلك أو لا، فإنه يجب على الجميع أن يحترم آراء المنتقدين له. البعض يدافع عن عبود خواجة ويرى أن إساءاته لقيادة المجلس الانتقالي هي آراء وهي مواقف، ويجب على الجميع احترامها، بينما هو لا يريد من الآخرين أن يردوا على عبود خواجة أو أن ينتقدوه فيما قاله، ويرى أن أي شخص ينتقد عبود خواجة هو بحكم من يخون. إذن باختصار المكيال يجب أن يكون واحد، مع أنه وكرأي شخصي كنت أتمنى من الفنان الجنوبي الكبير عبود خواجة أن يترفع عن هذا الأسلوب في انتقاد الجنوبي الآخر. كنت أتمنى منه أن يبتعد عن أسلوب التخوين، وأنا متأكد أنها سيكون لديه هناك 1000 طريقة وطريقة ليوصل ملاحظاته التي يريد أن يوصلها للقيادات الجنوبية. وعلى الجميع أن يعرف أنه مهما كان ماضيه النضالي كبيرا، فإن هذا لا يعطيه الحق بأن يستنقص من قيادي آخر أو يخونه، ما دام أنه متمسك بخيار الاستقلال والتحرير. الجميع ناضل والجميع ضحى، وهناك من ضحى بدمه وحريته، حيث ارتزع لأشهر طويلة في المعتقلات. فمثلما هناك من ناضل بالقصيدة وبالفن وبالأغنية، هناك من ناضل بالبندقية
ومثلما هناك من تشرد في الدوحة وفي لندن، هناك أيضا من تشردوا بين الجبال وبين الحيود الموحشة. وبالعودة إلى ما قاله الفنان الجنوبي عبود خواجة في أعماله الفنية الأخيرة بخصوص التحالف العربي، أولا أنا انتقدت سابقا التحالف العربي في موقفه تقريبا في حكومة بندغر الفاسدة وعدم الحسم معها. أنا برأيي أن التحالف العربي ليس مقدسا، وبالنسبة سواء كان للرجل موقف إيجابي أو سلبي هو بالأخير رأي ثانوي، لن نختلف عن ذلك ولن نخون أحد بسبب موقفه من التحالف العربي. ولكن السؤال هنا، لماذا بدأ الفنان عبود خواجة حربه ضد التحالف العربي بعد خروج قطر من التحالف؟ لماذا لم نرى لعبود خواجة أي أعمال فنية تهاجم التحالف العربي في وقت كانت قطر فيه؟ لماذا بدأ الهجوم من عبود على التحالف بعد طرد قطر من التحالف العربي وإعلان المقاطعة؟ التحالف العربي هو التحالف العربي منذ أول يوم وطأت أقدامه الجنوب، لم يتغير ولم يتبدل. فلماذا ظل عبود خواجة سنتين صامت حتى تم طرد قطر ليبدأ ثورته الفنية ضد التحالف العربي؟ وكذلك الأمر بالنسبة للإمارات العربية المتحدة. الإمارات العربية ليست هي القضية، وهناك من له آراء مع أو ضد. نحن بالنسبة لنا نراها حليفة، غيرنا يراها محتلة، وليست هنا القضية. لكن عندي تساؤل بسيط جدا. أنا كشخص مثلا من أبناء مدينة الوهض، ساعدتني الإمارات بتحريرها من الحوثيين والعفاشيين، ثم ساعدتني مرة أخرى بتأمينها من القاعدة وداعش. بعد كل ذلك أقوم بوصفها بالدولة المحتلة المغتصبة، بنفس الوقت أقوم بتجاهل الدور التخريبي التي تقوم به دولة أخرى، من تحريض إعلامي، من تشجيع أعداء الجنوب، من تقديم الدعم المالي لهم، بل وأذهب إلى إنتاج أعمال فنية كبيرة تشيد بهذه الدولة. العداء القطري للجنوب ليس وليد اليوم، بل منذ عام 1494 وحتى اليوم لم تتغير قطر في مواقفها تجاه الجنوب، ولا تزال تتبنى ذات الوجهة التي تتبناها جماعة الإخوان المسلمين التي تكن العداء الكبير للجنوب. كنا نتمنى من الفنان الجنوبي عبود خواجة، بما أنه كما يقول البعض عمل تحرير للكل وهاجم الجميع، أن نرى له عملا فنيا يهاجم قطر. لكن الحقيقة عندما بحثنا في أرشيفه لم نجد إلا ألبومات تمجد قطر من قبيل داري قطر تقريبا، وألبوم آخر قطر مشعل بين الدول أو بين الدول مشعل. داري قطر دار الفخر والرجال، بدو حضر دون الخطر ما يهاب. فالسؤال باختصار، كيف أنا أهاجم الإمارات وهي من ساعدتني في تحرير أرضي وتأمينها من الإرهاب، وأغض الطرف بل أمدح دولة تعمل ليلا ونهارا ضد الجنوب؟ وقبل الأخير يقولون أن أقرب طريق لقلب الرجل معدته، وأنا أقول أن أقرب طريق لقلب الإصلاح هو الإساءة لدولة الإمارات والمجلس الانتقالي. عبود خواجة ظل سنوات كبيرة يتعرض لهجوم إعلامي عنيف من قبل أنصار حزب الإصلاح. اليوم وسبحان الله تغيرت الموازين بمجرد أعمال فنية هاجم بها المجلس الانتقالي والإمارات، وأصبح مغنيهم وفنانهم المفضل وباتوا يتداولون مقاطعه الفنية وباتوا يدافعون عنه ويحذرون من تخوينه. ولكي نكون موضوعيين، فبالضفة الأخرى هناك جنوبيين كانوا يطلعون عبود خواجة السمع، كانوا يصفونه بالربان وبأحد أعمدة الثورة. اليوم للأسف أقرأ لهم وهم يصفونه بفنان المخادر، وبأن الأغاني لا تحرر شعوب، وبأنه يغني بحسب من يدفع. وللأسف وقعنا بين تفريط وإفراط وبين تطرف من الجهتين. عبود خواجة أخطأ، مع ذلك عبود خواجة له ماضي نضالي كبير. وفي الأخير على الجميع أن يعرف أن الناس تحب الشخص لوطن وقضية، وتكره لوطن وقضية، وعلى قد ما سيرفعوك فوق على قد ما بيطرحوك الأرض. السلام عليكم.